السلام عليكم طلاب التواسع الأبطال. اليوم بإذن الله تعالى راح أبدأ معكم سلسلة التأسيس من تحت الصفر. يعني إذا أنت طالب مانك مقرب على المادة أبدا، مو ماشي بالمنهاج تبع السابع والثامن، جاي من بلاد برا وبدك تجيب علامة كاملة بالرياضيات، بدك تكمل معي للآخر. هاي النقطة بإذن الله تعالى أنا عم أشتغل عليها، طبعا تأسيس ومنهاج كامل، ما بتحتاج ولا أستاذ من بعدها بإذن الله تعالى. وإذا أنت بتحب تكمل معي أونلاين، تكلفة الدورة بالشهر 15 دولار. طبعا متابعة يومية، اختبارات كل يوم بيومه، وكل يوم في تحدي جديد بإذن الله تعالى. جيب ورقة وقلم، كمل معي للآخر، كل سؤال أنا بحله ارجع حله وراي، وأي استفسار بالتعليقات اكتب لي إياه. واشتراك منك ما بتخسر شي أبدا. خلينا نتابع أنا وياك إن شاء الله ما بتندم يا رب. أول قسم أنا بدي أبدأ فيه، طبعا أنا كتبت مشان ما تضيع وقت الفيديو، واللي بيحتاج لشرح كتير عميق أنا رح أشرحه على دفتر لحاله. ركز معي. أول شي بقسم التأسيس بدنا ناخد العمليات على الأعداد الصحيحة. تمام. هلا شو يعني عمليات، شو يعني أعداد صحيحة؟ أنت ما بيهمك أبدا، خليك معي وين بركز لك، ركز فقط. الجمع والطرح، طبعا الجمع والطرح أنت بس بدي إياك تحفظ معي إنه هن عمليات ضعيفة. يا عمي هن عمليات كتير ضعيفة، يعني مستوى متدني، ما بدي إياهم، أنا كتير ضعيفين. هدول الجمع والطرح أنا بقسمهم لقسمين. تمام. يعني أنت وقت بدك تجمع عددين، تجمع شغلتين، تطرح شغلتين، فأنت بده يكون عندك أحد هالخيارين لا محالة. طيب، هلا الإشارات المتشابهة أول نوع. شوف، إذا أنت عندك عددين، تمام، مثل هون، ركز معي كتير منيح، ركز معي. عندي عددين، تمام، واحد ما إله إشارة والتاني إله إشارة. طبعا اللي ما إله إشارة إشارته دائما موجبة، خلينا نتفق. اللي ما إله إشارة إشارته شو؟ دائما موجبة. طيب، أنا عندي عددين إشارات متشابهة، ركز معي، إشارات متشابهة يعني هون موجب وهون موجب، لأنه اللي ما إله إشارة شو اتفقنا؟ إشارته موجبة طبعا. هون موجب وهون موجب، قال بخلي نفس الإشارة. طيب أنت هون ما مخلي إشارة، لا، الإشارة الموجبة أنا ما فينا، يعني فينا أحطها فينا ما أحطها مثل قلتها. تمام. بخلي نفس الإشارة وبجمع. ركز معي، أنا هون 5 و6 الإشارات متشابهة، خليت نفس الإشارة وجمعت 5 زائد 6 11. تمام. ركز معي، مو مشكلة، ما فهمت بتفهم اللي بعده. هون عندي سالب وهون عندي سالب، فبخلي نفس الإشارة وبجمع. هلا بيجي بيقول لي واحد كيف سالب وأنا عم أجمع؟ لا يا حبيبي، أنت عندك إشارتين متشابهتين، تمام، فبتحط الإشارة نفسها وبتجمع، يعني بالحالتين أنت عم تجمع. تمام. ففي الإشارات المتشابهة رح أرجع أعيد لآخر مرة، بتخلي نفس الإشارة وبتجمع، ما فيها شيء أبدا. تمام. طيب، تعالوا ناخذ مثال أنا وياكم مشان نتعمق أكتر. أنا عندي زائد 3 وزائد 5. تمام. هون إشارات شو وضعها؟ متشابهة، بتقولي متشابهة، ممتاز، بخلي نفس الإشارة وبجمع. 3 زائد 5 8. تمام. طب -4 -15، فبخلي أنا نفس الإشارة، لأنه ليش؟ إشارات متشابهة هون ما فيني ألعب، أنا هون إشاراتي متشابهة، فبخلي نفس الإشارة هون وبجمع. 4 زائد 15 بتقولي 19، وهي انتهت. تعالوا ننتقل أنا وياكم على فكرة الإشارات المختلفة. أول شي بالإشارة المختلفة أنا بشوف العدد الأكبر، يعني أنا بدي أقارن بين العددين هون، مو مثل هون، لا، أنا هون بدي أشوف مين العدد الأكبر. ممتاز، بطلع على اللي قبله، شو إشارته؟ إشارته موجب، بخلي موجب وبطرح. إشارته سالب، بخلي سالب وبطرح. يعني مثلا أنا هون عندي طلعت، هون عندي موجب وهون عندي سالب، معناتها الإشارات ما أنا متشابهة، معناتها أنا هون بحط إشارة العدد الأكبر. طب مين العدد الأكبر؟ ما بدي أشيل 3. طب الثلاثة شو قبلها؟ سالب، معناتها شو إشارتها؟ سالبة، خليت إشارة سالبة. تمام. يعني اللي بيحدد الإشارة هو الرقم الأكبر، حطيت سالب وبطرح العددين طرح طبيعي. 3 - 2 - 1. طب بكل الحالات هيك؟ ايه بكل الحالات هيك. يعني هون طلع مثلا سالب موجب، حلو، مين العدد الأكبر هون؟ لأن إشارات مختلفة. والله العدد الأكبر 11، شو إشارته؟ موجب، خليت موجب. تمام. وبطرح 11 -5 6، ما فيها شيء أبدا، ما فيها تعقيد، ما فيها ولا شيء. هلا جينا نحن على الراس الكبير. القسمة والضرب هن عمليات قوية جدا، فالجمع والطرح اتفقنا عمليات ضعيفة. حفظت معي انه الجمع والطرح بس عمليات ضعيفة. هلا بتعرف انت ليش عمليات ضعيفة. القسمة والضرب عمليات قوية. طيب، القسمة والضرب كمان بتقسم لقسمين، متشابهة وغير متشابهة، بس هون بدك تحفظ كتير منيح، ركز معي. في الإشارات المتشابهة إذا أنا كنت عم أضرب أو عم أقسم،
إذا كنت عم مضرب أو عم أقسم. إشارات متشابهة بده يطلع العدد الإشارة موجبة دائما دائما. الإشارات موجب في الضرب والقسمة موجب. الإشارات المتشابهة بالضرب والقسمة موجب دوما. يعني موجب ضرب الموجب، ها إشارات متشابهة بده يعطيني موجب، سالب بالسالب بده يعطيني موجب دائما لأنه متشابهين. تمام. طب بالمختلفة، بالمختلفة بده يعطيك سالب. تمام. انت كيف تفهمها؟ انا عندي يا عمي طلعة، تمام، فاذا طلعت مع رفيقك هاد انت طالع، واذا طلعت مع رفيقك التاني انت طالع، ففي الحالتين انت طالع، هون متشابهة. اما لو انت بدك تطلع مع واحد، لا، بدك تطلع مع هذا الواحد، فاذا انت طلعت مع غيره ما بتقبل، واذا طلعت مع واحد تاني غيره كمان ما بتقبل، ففي الحالتين انت مانك قبلان. تمام. فإشارات مختلفة في الضرب أو القسمة بتخليه سالب، إشارات مختلفة في الضرب أو القسمة بتخليه سالب. انتهينا منها. طيب هات لنا ناخد مثال. احسب ناتج كل من 3 ضرب 5. طبعا أنا شو بيعرفني هون الإشارة يا محسن؟ أنا هون عندي إشارة موجب لأنه ما إله إشارة إشارته موجب. هي عدت ثالث مرة، هون ما إله إشارة إشارته موجب. ف3 ضرب 5 15. بالنسبة أنا قلت لكم رح أمشي معكم من الأول من الصفر. يلي مو حافظ جدول الضرب ما في أي شيء، بالعكس عادي نحن رح نتأسس. يلي مو حافظ جدول الضرب يكتب على الجوجل الجدول الضرب من 1 ل10 ويحفظهم ويتابع معي. 3 ضرب 5 15. ممتاز. شوف هون إشارات متشابهة خليت الإشارة موجب. طب هون إشارات متشابهة بتقلي متشابهة، هون سالب وهون سالب فخليت الإشارة موجب. تمام. فالسالب ضرب السالب شو بيعطيني؟ موجب. 3 ضرب 5 كمان 15. تمام. هون ركز معي، هون إشارات مختلفة، هون ما هون إله إشارة سالب، هون ما إله. طب ما إله شو يعني؟ ما إله يعني إشارته موجب. فالموجب ضرب السالب إشارات مختلفة، شو يعني الإشارة بدها تطلع معي؟ بدها تطلع معي الإشارة سالبة. اتفقنا؟ لأنه انتوا مختلفين. طيب 3 ضرب 2 6. يلا 5 ضرب 8. تعالوا نضرب أول شي 5 ضرب 8 40. طب إشارات شو وضع هون؟ إشارات مختلفة، وبما إنه الإشارات مختلفة فأنا بخلي الإشارة سالب. تمام. اتفقنا على هي القصة. تمام. جينا على أولوية العمليات، هي كتير 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 مهمة بدك تركز معي فيها. بس تشوف هلا نحن عنا أولوية. يعني كيف انت وقت بيجول عنكم ناس بتروح انت بدك تجيب الضيافة، بتضيف الصغير اول ولا الكبير؟ لا اكيد الكبير. طب انا شو اكبر شي عندي بالرياضيات؟ قال انا ببلش من القوس. يا وين في قوس بركض عليه اول، بعدين بركض على الأس، بعدين على الضرب والقسمة، بعدين على الجمع والطرح. طبعا أنا هون مخربط بالتقسيم، بتبلش أول شي بالقوس، بعدين الأس، بعدين الضرب والقسمة، بعدين الجمع والطرح. ما فهمنا مو مشكلة، هلا بتفهم بالتمرين. تعالوا نحل التمرين أنا وياكم. هذا 10 للتربيع زائد 5 ضرب 2. تعالوا شوفوا. 10 للتربيع زائد 5 ضرب 2. طيب أنا هون بفصل شوي شوي. بتقولي هاي قوة، طب أنا شو عرفني إنه قوة؟ معلش خلينا نفهم هلا، بناخد درس القوة بعدين. القوة يعني إلى أس، هون العدد إله أس يعني هيك A أس N، هذا بسميه أساس هذا بسميه أس. بس تشوف أس يعني هي قوة. تمام. طب بتقولي شو يعني هي الإشارة؟ بقولك هي إشارة ضرب. تمام. طيب أنا بتطلع على أولوية العمليات، مين أقوى القوة ولا الضرب؟ أكيد القوة. شوف هون الأس يعني القوة، هون الضرب لا، معناتها أنا ببلش بالأس أول. هيك أو هيك العمليات بتقول. يلا أنا وياكم هلا 10 للتربيع. معلش حتى لو ما بتعرف فهم معي هذا التمرين. 10 للتربيع يعني أنا عم أضرب 10 مرتين. طب 10 للتكعيب يعني مثل هيك، يعني أنا عم أضرب 10 3 مرات بنفسها. 10 أس 4 عم أضرب 10 4 مرات بنفسها. طب هون 10 للتربيع يعني 10 ضرب 10، هاي عم أفصل لك. زائد 5 ضرب 2، هي ما إلي علاقة فيها، نزلتها مثل ما هي. تمام. 10 ضرب 10 بتقولي والله 10 ضرب 10 100. تمام. 5 ضرب 2، 5 ضرب 2 10، وبيناتهم إشارة جمع. هلأ فيني أجمع. تمام. يعني تخلصت من الأس أنا. 100 زائد 10 بتقولي 110، وهيك انتهى التمرين. تمام. ما في أي إشكال. هون 3 زائد 5 ضرب 8 زائد 36. تعالوا نقلب 3 زائد 5 ضرب 8 زائد 36. طيب أنا قلت لك وين بتشوف قوس بتبلش فيه أول، طبعا بنبلش فيه من ناحية اليسار. تمام. اتفقنا على مهلك، ركز معي. 3 زائد 5، طبعا خلينا اشتغل جوا القوس. 3 زائد 5 8، والثمانية انا براتها 8 يعني ضرب، زائد 36. يلا هلا هون عندي اولوية كمان،
عندي ضرب وعندي جمع، مين الأقوى؟ الجمع قلنا عملية ضعيفة ما بدنا إياها، بنبلش في الضرب. 8 ضرب 8 64. تمام، برافو عليك. زائد 36، 64 زائد 36 بيطلع معك الجواب 100 وخلصت القصة. تمام، شايف مسألة تدريب شوي بسيط بيمشي أمورك كتير منيحة وكتير رياضيات سهلة وبس بسيطة بإذن الله تعالى. عمل لك هون 2 ب2 زائد 7 زائد 3 ب4 زائد 3 للتربيع ناقص 8. هلا هون طالب بفوت في الحيط يا حرام، بشوف هذا التمرين طويل. لا بالعكس، تمرين كتير سهل. تعال نحل أنا وياك. تعال نقول له 2 ب2 زائد 7 زائد 3 ضرب 3 زائد 4 للتربيع ناقص 8. ركز معي كتير منيح. قلت لك وين بتشوف قوس بتبلش فيه، بتقولي أنا عندي هون قوسين وعندي تربيع. طب وين بدي أبلش؟ انت قلت لي ان القوس هو اقوى شيء، انا ببلش من القوس. طب انا قوس بدي ابلش، انا عندي هون قوسين، قلت لك من ناحيه اليسار، هون يمين وهون يسار، فانا ببلش من ناحيه اليسار. يلا 2 ما إلي علاقه فيه، انا بدي اشتغل جوا القوس. 2 زائد 7 والله 9. نزل كل شيء مثل ما هو. يلا هون انا جوا القوس بدي اشتغله، اتفقنا. 4 زائد 3 7 وبرفع للتربيع ناقص 8. تمام، سالب 8 يعني. طيب هلا بشتغل 2 ضرب 9. طب ليش ضرب؟ لأنه هون العملية ضرب، ما في بيكون عملية بيناتهم بيكون ضرب. 2 ضرب 9 18 زائد 3 بنزلها. هلا 7 قوة، هاي بس تشوف عدد ومرفوع له قوة يعني هاي بنسميها أس. طيب قلت لك هذا العدد بدي أضربه بنفسه كم مرة؟ بتقولي مرتين. ليش؟ لأنه هون في 2. طب لو قلت لك يا محسن أنا هون 7 للتكعيب، بتقولي أنا بدي أضرب ال7 3 مرات بنفسها. مو بدي أضرب 7 ب3. انتبه ركز معي، 7 3 مرات بنفسها، يعني أنا هون 7 ضرب 7 49، فأنا هون بنزل 49. تمام، ولا تنسى إنه الإشارة بيناتهم ضرب. تمام، ناقص 8. هلا هون بنشوف أنا عندي أكتر من عملية، عندي عملية جمع، عندي عملية طرح، عندي عملية ضرب. شو بدي أسوي؟ بدي أبلش بالضرب يا عمي، أنا بدي أبلش بالضرب. تمام، ركز معي. 18 زائد 3 ما بيهمني، 9 ضرب 49 ناقص 8. فأنا هذا الجواب اللي بده يطلع معي هون بدي أضربه بشو؟ ب49. تمام، لأنه هنا عم يقول لك 18 زائد 3 ضرب 49 بعدين بتنقصها من ال8. تمام، يلا 18 زائد 3 21، بدي أضربها أنا ب49. هذا الجواب اللي بده يطلع معي بدي أنقصه 8. تمام، طبعا 21 ناقص 49، تعالوا نسويها أنا وياكم سوا. 21 49، يلا 9 ضرب 1 9، 9 ضرب 2 18. تمام، زائد هلا بضيف صفر. اللي ما بيفهم يفهم معي شوي شوي، بعدين كل شي رح نراجعه بإذن الله بفيديو التأسيس. 4 ضرب 1 4، 4 ضرب 2 8. يلا هلا بنجمع طبيعي. 9 زائد 0 9، 8 زائد 4 12، برفع 1 وبخلي 1 فوق. 1 زائد 1 يا شباب 2، 2 زائد 8 10. تمام، يلا بيطلع معنا الجواب 1029 ناقص 8. شباب اللي مو كتير مؤسس معلش يتحملني هاي الجلسة، إن شاء الله الجلسات الجاية رح أرمم لك كل شي، بس ركز معي. 1029 ناقص 8 بيطلع معك الجواب 1021، وانت هيك حليت السؤال. هلا أنا بدي أخلي لك هذا السؤال اختبار لك، حتى لو ما عرفت تحله معلش حاول فيه، وكل سؤال أنا بعطيك إياه سواء حلينا أو ما حلينا لازم تحله، ما في مجال. طيب هذا الواجب أنت لازم تحله، طبعا هذا الواجب يعتبر صعب، معلش خلينا نتعلم نحن على الصعب. هلا أنا حليت لك 3 تمارين يعتبروا إنه وسط للسهل. هذا التمرين وهذا التمرين وهذا التمرين حله انت واكتب لي الحل بالتعليقات، ومعلش خربط مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة مو مشكلة، انت مانك نبيل حتى ما تخربط. بالعكس اذا انت ما خربطت انت مانك طبيعي، لا بالعكس كل يوم عن يوم انت رح تقوى اكتر. كملنا اول درس بقسم التأسيس بإذن الله تعالى. بكرة رح انزل لكم فيديو تاني بيشمل التأسيس. شاركوا الفيديو. انا حبيت اسوي لكم هاي الدورة. اللي ما عنده مصاري خليه يستفيد تمام من الفيديو اليوتيوب. اشترك بالقناة ما بتخسر شي، واذا بتحب تكمل معي بدورة الاونلاين مثل ما قلت لك مبلغ $15 او 150 الف ليرة سوري على العملة القديمة. اكتب لي توزيع بالتعليقات وانا بتواصل معك وبنتفق على كل شي بإذن الله تعالى.
والله لا يضيع تعب حدا، وإن شاء الله موفقين. الله يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم.